السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في اول الفيديو كده بقى اوعوا تنسوا لايك، يعني يستاهل لايك بقى. ده ايه ده يا نونا؟ ده رز فرن، رز بلبن فرن. العيال عندي كل شويه عايزين رز بلبن فرن من عند اللبان، عايزين رز بلبن فرن من عند اللبان. قلت انا اعمله لهم انا في الطواجن كده، وشكلها جميل وحلو وطعمه عسل. تعالوا نعمله. دي كوبايه رز او كوبايه ونص رز كده، وهننزل عليهم يجيب 3 كوبايات ميه، وهنسيبه يستوي. يستوي على الاخر. بصوا بقى عامل ازاي. ده شكله لما استوى كويس، يتهري على الاخر يعني، عشان ما يبقاش محبب كده اهو. كده تمام. هنروح نازلين عليه. ده كيلو ونص لبن او رتل ونص لبن. هنسيبه بقى قبل ما اللبن يغلي، وهنجيب كوباية، ده كده نص كوباية لبن، وهنحط عليها معلقة 3 معالق نشا، وهنقلب النشا كويس قوي. اللي يجيب رز فرن قال يجيب رز فرن، وانا قاعدة بعمل ايه؟ بلعب انا ولا ايه؟ هو الرز الفرن ده فيه حاجة؟ الواحد يفتح عربية ويقف بيها تحت البيت. اه والله. قال لي كل شويه انا عايزين رز فرن، عايزين رز فرن، نعمل لكم رز الفرن. اه بصوا، احنا كده دوبنا النشا جامد قوي. نخش بقى على الحله اللي احنا سايبينها ايه عشان تغلي اهو. هنسيبها كده؟ لا مش هنسيبها، لسه هنحط حاجات تاني. هنحط ايه يا نونا؟ هنحط كريم شانتيه. ده بيديله اوبشن عالي قوي، بيودي الرز اللبن في حته تانية. حطينا معلقتين كبار، لا والنبي 3 معالق اهو، وهنقلبهم بالمضرب عشان يفك. وبعدين حطينا كوبايتين سكر. طبعا السكر ده على حسب ما انت عايزه، يعني انت عايزاه حلو قوي هتكتري سكر، عايزاه زينا احنا بنحبه معتدل هتعمليه سكر مظبوط. فالسكر بيرجع للتحليه بتاعتك انت ولادك بيحبوا ايه. ومعانا بقى قشطه اللبن اللي احنا دايما نشيلها لوقت العوزه اهي، وقت العوزه بتاعتها اللي جت اهي. بنحط عليه معلقتين كريم شانتيه، وهنحط عليه قشطه من بتاعه اللبن، يعني مش عايزين قشطه من بره، لا من بتاعه اللبن اللي انت بتشيليها كل يوم من على وش اللبن. وباكو فانيليا. وقلبي بقى كده لغايه ما يبتدي يخش على الغليان، عشان نبتدي نحط له الايه، النشا. بصي كده هنبتدي على الغليان، وابتدي نحط ايه، النشا كده، ونقلب بالراحه. ايوه بالراحه بالراحه يا نونا، بالراحه يا نونا، بالراحه يا نونا، انتي بتحاربي. ايوه اهو. بس انا مش عايزه غير كده، مش عايزه اتخن من كده، ان هو كده لما هيبرد هيبقى حلو. في ناس بتحبه اتخن من كده، بيبقى عامل زي الجبس كده، مش حلو يا جماعه. هو قوامي هو كده. والرز بلبن، لان كده كده الرز منزل النشا بتاعته مع النشا بتاعت اللي احنا حطيناها، فكده يبقى تمام قوي اهو. كده غلى وبقى حلو، هنروح قافلين عليه بقى. انا بقى عندي طواجن، انت بقى عندك حاجات تدخليها الفرن. ممكن اللي هي الاطباق الالمونيا اللي هي بتيجي من عند بتاع الاكياس، زي ما انت عايزه. يعني شوفي انت عايزه ايه. انا دي كانت طواجن، دي طواجن صغيره عندي. رحت حاطه زغرفه فيهم وخلاص. ادخله بقى ايه؟ هندخله تحت الشوايه ياخد لون. بس هو ده رز الفرن اللي بيعملوه، يقول لك احنا عايزين رز فرن، احنا عايزين رز فرن. هو ده رز الفرن اللي كل العيال بتطلبه، كل الولادنا بيطلبوه اهو. كده هنغرفه كله وهنحطه تحت شوية. لو عندك سلاطين بتخش الفرن او الميكروويف بتمشي تخش الفرن، اصل احنا هنولع على الشوايه بس. انا بس كده بمسح الحروف بتاعته بمنديل كده. ادي اهو المجموعه كلها انا غرفته كله مره واحده اهو. بصي بقى دخلناه خد وش بقى عامل ازاي. بصوا بقى انا هدوق، ما انا لازم ادوق. بصوا وشه طري ما فيهوش اي حاجه اهو. بصي تحفه. مسك- تحفه حلو فعلا، يعني سكره مظبوط، هو فعلا حلو اهو. ادي رز الفرن. ركز، احنا عايزين رز فرن، احنا عايزين رز فرن اهو يا ستي. رز الفرن سهل خالص وبسيط، مش محتاج حاجه. تروحي تجيبي الواحده بكام من عند اللبان. جيبي كيلو لبن واعملي لعيالك، بدل ما تعملي لهم وتستسهلي اهو. اوعي تنسي بقى تحطي لي لايك ارجوكي. ولو انت مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من اختراعات ماما نونا. ويا ريت تبعتي الوصفه لاصحابك. بحبكم في الله، تركتكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله.